يا ماما، قبل ما تقولي ابني بقى عصبي ومش طايق حد، وقبل ما تزعقي وتضغطي عليه، اسمعي ال15 ثانية الجايين، لأنك هتعرفي السر اللي محدش بيشرحه. ليه ابنك اتغير فجأة؟ وهتعرفي أهم 5 أخطاء بتدمر نفسية الطفل وهو داخل فترة البلوغ وإنتي مش واخدة بالك. يا ماما، أول ما ابنك أو بنتك يدخلوا على فترة البلوغ، حياتهم بتتقلب 180 درجة. مش لأنهم اتغيروا، لكن لأن جسمهم، عقلهم، نفسيتهم كلها بتتحرك بسرعة هم نفسهم مش فاهمينها. ابنك مش بيعاند، ابنك بيتلخبط. فجأة صوت العيل بيتغير، مزاجهم بيعلى وينزل، يبقوا حساسين زيادة، أو ينعزلوا، أو يبقوا مش طايقين الكلام. مش لأنهم مش بيحبوكي، لأ، لأن دي أول مرة في حياتهم يحسوا بمشاعر ملخبطة بالشكل ده. وهنا بقى دورك، دور دفتر نصايح ماما. 1. ما تكسفيهوش. لو حصل تغييرات في الجسم، لو صوته تخن، لو طوله زاد فجأة، لو طلعله شعر، ما ينفعش تضحكي ولا تعلقي ولا تهزري. الكلمة عند المرحلة دي يا تبني يا تهد. 2. ما تزعقيش على العصبية، ده مش سوء خلق، ده هرمونات بتشتغل زي الزلازل. قوليله طبيعي إنك تكون متوتر وأنا معاك، جملة صغيرة بس بتطمن جبال جوه الطفل. 3. افتحي باب الأسئلة، اسأليه بلطف. حاسس بإيه الفترة دي؟ في حاجة مضايقاك؟ عايز تفهم حاجة عن اللي بيحصل؟ مش لازم تدي محاضرة، اللي محتاجاه إنك تخليه شايف إنك ملجأ مش محكمة. 4. حدود بس من غير خناق، ممنوع تقفل عليه زيادة، ممنوع تسيبيه زيادة. الوسط ده هو اللي بيحفظ الطفل من الانحراف ومن الانعزال. 5 حاجة، أكتر كلمة محتاج يسمعها: أنا فهماك. الكلمة دي بتريح قلب طفل في مرحلة أصعب من امتحانات الثانوية نفسها. وفي النهاية، ابنك مش بيكبر بس، ابنك بيتحول لإنسان جديد، وإنتي أول إيد لازم تطمنه، مش أول حد يحاسبه. دفتر نصايح ماما، كل يوم خطوة تقربك من ابنك أكتر.